السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تحليل الشخصيات. أنا إيهاب الغرباوي، أخصائي التحليل النفسي من خلال علم الفراسة ولغة الجسد. والنهاردة إن شاء الله هنحلل شخصية المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك. وده بالمناسبة يعني رغبة أو تلبية لرغبة كتير من متابعين القناة، سواء من داخل مصر أو من خارج مصر، إن إحنا نحلل شخصية المستشار مرتضى منصور. وكمان يعني في ناس كتير تواصلت معايا وأرسلت ليا صور للعيبة، سواء مصريين أو أوروبيين. فإن شاء الله هنقدر نلبي كتير من الرغبات في تحليل الشخصيات. وحابب يعني أنا آسف أوجه الشكر والتقدير لكتير من متابعيني، يعني من دولة الجزائر والمغرب والسعودية. يعني شكرا على الدعم المستمر. يعني الناس حقيقة بتتواصل معايا بشكل شخصي عن طريق انستجرام وعلى السوشيال ميديا من خلال فيسبوك. وكمان يعني الناس اللي بعتت لي الفترة اللي فاتت مجموعة من الصور اللي احنا كنا بنحللها. احنا يعني كل فترة بنستقبل مجموعة من الصور نقدر نحللها بشكل شخصي كده من خلال السوشيال ميديا. فانا بعتذر لو حد بعت لي وانا ما عملتلوش التحليل. انا بعتذر لك جدا، ولكن ده بيبقى لظروف العمل او ظروف شخصية. ويعني اعتقد ان انا برضو يعني رديت على كل الناس، ولكن اعتذر لو كان في اي استفسار وانا ما قدرتش اجاوب عليه. كمان يعني كتير من المتابعين الحقيقه طلبوا مني ان انا احلل اكتر من شخصيه. وكان طلب مني برضو ان انا احلل شخصيه كابتن محمود الخطيب وابو تريكه. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هنعمل ده بالفعل باذن الله. وكمان طلب مني احلل شخصيه شيكابالا، فان شاء الله هنعمل ده باذن الله. فخلينا دلوقتي نبدا مع المستشار مرتضى منصور، وخلينا نتكلم في صميم شخصيته. ويعني هنقول كومنت بقى في الاخر كده وسر يعني من اسرار شخصية المستشار في اخر الفيديو ان شاء الله. يعني اتمنى ان هو يعني يعجبكم ان شاء الله. طب يلا نبدأ كده ونقول بسم الله. اول سمة في ملامح وجه المستشار مرتضى منصور، وهي الجبهة العريضة. الجبهة العريضة او الجبهة الطويلة، يعني هي الاتنين دلوقتي. فالجبهة الطويلة العريضة ده معناه ايه؟ ده معناه ان الشخص ده عنده قدرة عالية جدا على التفكير العميق. الشخص ده بكل بساطة كده لما تشوفه وتلاقي في مسافة ما بين منبت الشعر في جانب الرأس كده، والجبهة باين ان هي عريضة ومرتفعة عن جفن العين او عن الحاجب بمسافة واضحة، فتقدر تحكم عليها على طول ان دي جبهة طويلة. طبعا لما بتبقى متخصص او متمارس فانت بتقدر تحكم على طول على السمة او على الملمح بمجرد ما بتشوفه. ولكن لو انت يعني ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي قبل كده اللي كنت بشرح فيها يعني صاحب الوجه المربع والدائري والمثلث، فاعتقد ان انت ممكن دلوقتي يعني تتعلم كده واحده واحده معايا ازاي تحكم على السمة او الملمح. فدلوقتي الجبهه الطويله او الجبهه العريضه، صاحب السمة دي عنده قدرة عالية جدا على التفكير العميق. يعني ايه التفكير العميق؟ يعني بالبساطة كده ان الراجل ده عايش جوه دماغه. جوه دماغه لو دخلت هتلاقي فيه كمية صراعات وتفكير واحلام واهداف ومواضيع وحاجات مقفولة عايزة تتفتح وحاجات مفتوحة عايزة تتقفل. يعني في صراع داخلي كده في العقل الباطن، والدماغ شغالة على طول في التفكير بشكل مستمر. بالمناسبة أنا عايز أقول لك إن دي حاجة يعني مش إيجابية صحيا، لأن ده بيأثر بشكل أو بآخر على التفكير بمنطقية. طيب بعد كده عندنا التأني والصبر. الشخص اللي زي كده شخص متأني جدا، صبور جدا، عنده طولة بال بشكل رهيب، وكمان عنده يعني احنا بنقول حس التوقع. فالشخص اللي زي كده ممكن لما يدخل موضوع او يدخل في نقاش او يبقى يعني متارجت شيء معين، يبقى عارف الخطوة اللي جاية هتبقى عاملة ازاي. هو عنده خلفية وعنده يعني خبرات كتير بتأهله ان هو يبقى متوقع
الخطوه الجايه دي ممكن يبقى فيها ايه. وبالمناسبه علشان يعني ندخلش في الجزء بتاع يعني الغيب والكلام ده كله، مش الموضوع ده تماما، ولكن الشخص ده بخبراته الكتير وبمعرفته الكتير واطلاعه ويعني مشاهدته لكتير من المواقف، خلاص اصبح عنده القدره على توقع الموضوع، ولو بنسبه 80% ده بيحصل بالفعل معاه. فشخص زي كده عنده التأني والصبر والإلمام بالأمور وحسن التوقع بشكل كبير جدا. طيب ايه كمان؟ جفن العين غير ظاهر. جفن العين غير ظاهر معناه ان الجزء اللي فوق العين مباشرة ده، الجزء اللحمي ده بيبقى مغطي على العين زي ما احنا شايفين كده في الصورة دلوقتي. وده معناه ان الشخص ده يعني عنده قدرة تحليلية عالية جدا، شخص يقدر ينظر للامور بزاوية مختلفة عن كل الناس. لو انت على سبيل المثال عندك صديق بالصفة او بالسمة دي كده، وانتوا الاتنين بتتفرجوا مثلا على لوحة او على رسمة او على حاجة معينة او على فيلم معين، تلاقي هو بيركز في حاجات انت ما خدتش بالك منها كمشاهد طبيعي. هو عنده قدرة عالية جدا على التحليل. انت ممكن تندمج مع احداث الفيلم وتلاقيه هو بيكلمك، بص المخرج عمل ايه، بص المونتير حط الصوت ده ازاي، بص الكالرز افكت هنا عامل ازاي. هو عنده قدرة تحليلية عالية جدا. طيب ايه كمان عنده حصد للمعلومات وكثرة المعرفة. دايما تلاقيه كده بيطلع وبيقرأ وبيسمع من هنا وبيشوف ايه جديد ومين عمل ايه ومين اخترع ايه ومين وصل لفين. هو عنده يعني قدرة عالية على حصد كل هذه المعلومات وكثرة المعرفة. ايه كمان عنده قدرة عالية جدا يعني ان هو يدخل في مناقشة او في حوار ويكسبه. هو شاطر جدا، بيستمتع بالموضوع ده. هو عنده قدرة على المبارزة الكلامية بشكل رهيب. هو يعني احنا بنقول متناسق الكلام كده، هو مرتب كلامه مرتب اوراقه، وده عموما بتبقى شخصيته بشكل عام. فهو يعني لو لقى حتى موقف ما بين اتنين وهو مش طرف في المشكلة، وبس حد طلب منه ان هو يتدخل او ان هو يقول رأيه، خلاص الموضوع بقى شخصي بالنسبة لي، وانا شايف ان في طرف متحامل على الطرف الاخر، فانا لا، انا هعتبر نفسي انا الطرف الاخر ده وانا هرد عليه، ويعني هقهره بكل الكلمات اللي هو ممكن يسمعها. فهو عنده قدرة عالية جدا على الموضوع ده. بالمناسبة يا جماعة السمة الثالثة دي اللي هو بيميل إلى المناقشات والحوارات دي، ده لانه عنده معرفة عالية جدا. يعني الشخص ده لما بيكون ملم بالمعرفة وبالاطلاع وبيقرأ كتير وبيشوف كتير وبيسمع كتير، بتبقى عنده خبرات كتير جدا. عقله الباطن بيقدر يوظف له كل هذه الخبرات ان هو يقدر يحولها لكلمات. فدي برضو من الحاجات الكويسة جدا. بعد كده السمة رقم 3 وهي الأنف العريض. اتفقنا قلنا ان صاحب الانف العريض هو الجزء السفلي من الانف بيكون عريض وظاهر ان هو يعني منتفخ قليلا او ظاهر بحجم كبير شوية. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انه شخص اعتمادي جدا، شخص عنده قدرة عالية جدا على الاعتماد على النفس. يعني الشخص اللي زي كده بيفضل بشكل كبير قوي ان هو يشتغل لوحده. طيب انا اتفرض عليا ان انا اشتغل مع تيم وورك او مع فريق، انا ما عنديش مشكلة تماما. ولكن لو انت سألتني عن يعني حبي او يعني اهتمامي او ان انا افضل اشتغل لوحدي، انا بفضل اشتغل لوحدي. شخص بيثق في نفسه بدرجة عالية جدا جدا جدا. والثقة في النفس دي حاجة من اتنين، يا اما ان هي مكتسبة جينيا، يا اما ان هو يعني اتعرض لمواقف كتير فعززت عنده موضوع الثقة بالنفس. طيب ايه كمان؟ شخص بيفضل طبعا اتخاذ القرارات بنفسه، وهو يعني هو شاطر في الموضوع ده كويس قوي، وكمان بيتحمل نتيجة اختياراته. دي بالمناسبة اهم شيء. يعني ناس كتير بتتخذ قرار ويرجع يقول لك يا ريتني ما حصل، انا مش عارف انا ازاي خدت القرار ده. لا، الشخص ده حتى لو القرار سلبي هو كمان عنده القدرة على تحمل مسؤولية قراره. طيب ايه كمان؟ شخص اجتماعي. يعني انا كاتبها اجتاعي بس معلش عدوها المره دي. شخص اجتماعي ويقدم الدعم والمساعده. الشخص اللي زي كده بالمناسبه ما بيبخلش على اللي قدامه، ما دام ان هو هيقدر ان هو يقدم المساعده دي. المساعده دي ممكن تبقى نصيحه، ممكن تبقى مكالمه تليفون، ممكن تبقى يعني دعم مادي، ممكن يبقى دعم اجتماعي. هو شخص يعني تفاعلي جدا في النقطه دي.
كمان بيفضل ان يعمل منفردا زي ما انا قلت كده في البدايه بخطط واضحه وصريحه، يعني ما بيحبش يشتغل عشوائي، بيتضايق كتير جدا من العشوائيه. لو قدامه خطط او مجموعه من الاهداف يحب يقعد يرتبها، يعني A بلس B، يعني يحب يرتب الحاجات كده جنب بعضيها علشان يعرف هيشتغل بأنهي شكل وبأنهي طريقة عشان يقدر يحقق الهدف. انما بيكره جدا العشوائية، وبيكره جدا يعني اللخبطة وعدم تنظيم الامور وتنسيقها. كمان الخطين بقى اللي بجانب الانف دول، يعني الموضوع ده يا جماعه مهم جدا، يعني ارجوكوا او يا بخت اللي عنده السمه دي او الملمح ده. طيب ده معناه ايه بقى؟ ده معناه رقم واحد انه شخص عنده قدره عاليه جدا على التعبير بنفسه، شخص يقدر يشرح اللي جوه دماغه بطريقته، يعرف يوظف لغه جسده بطريقته، يعرف يستخدم كل امكانياته الجسديه ان هو يوصل لك فكره معينه او يقنعك بشيء معين. عشان كده السمه دي لما بتبقى موجوده عند فنان، يعني عند ممثل على سبيل المثال، بتلاقيه ممثل جبار، زي طبعا الفنان الكبير العظيم عادل امام، هتلاقي السمه دي واضحه عنده بشكل كبير جدا. لو انت عملت سيرش على جوجل وشفت صوره عادل امام دلوقتي هتلاقي الخطين دول واضحين بشكل كبير. فده معناه ان هو شخص عنده يعني قدره عاليه جدا على استخدام لغه جسده وعلى التعبير الدرامي لافكاره. كمان زي ما انا قلت لسه، يعني بيجيد استخدام تعبيرات الوجه، تلاقيه دايما يعني ممكن يتكلم بعينيه، ممكن يتكلم بملامح الوجه الخاصه بيه، تلاقيه ممكن يتكلم يعني بنظرات كده تتفهم هو عايز يقول ايه. فده برضو من ضمن الحاجات القوية اللي بتعزز النقطة دي. شخص بقى كاريزمي بالفطرة، يعني بص ده يدخل مكان الناس كلها تاخد بالها، يخرج من مكان الناس كلها تاخد بالها، يطلع يتكلم كل ياخد باله. تتفق او تختلف مع الشخص ده، ولكن صدقني انت لما بتلاقي ليه حاجه انت بتقف تسمع الفيديو بتاعه، حتى لو شورت انت بتقعد تسمع الشورت فيديو ده علشان تعرف هو بيقول ايه، حتى لو انت مش بتحبه، حتى لو انت يعني مش بتفضله كاعلامي او كرئيس للنادي او ايا كان، بس صدقني هتقف عنده، هو محطه لازم تقف عندها قبل ما تعديه. طيب كمان بيجيد استخدام مهارات العرض والتقديم، عنده قدرة عالية جدا على استخدام نبرات صوته، شخص متحكم في تون الصوت بشكل يعني قوي جدا. لو بيتكلم او بيقول كلمة تسمعه وتفهم هو بيقول ايه، تلاقي دايما نبرات صوته بتعلى في انفعالات وبتنخفض في مواقف تانية. يعني احنا يعني لا عنده يعني قدرة عالية جدا على استخدام مهارات العرض والتقديم. طيب هنا في كمان حاجة جميلة جدا، في حاجة اسمها مسافة ما بين الفم والأنف. يعني إيه مسافة ما بين الفم والأنف حضرات؟ يعني في مسافة واضحة ما بين طرف الأنف والشفة العليا، مسافة كده أنت بتشوفها بعينك مش صغيرة، في مسافة صغيرة وفي مسافة كبيرة، المسافة هنا بقى كبيرة وواضحة. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه بكل بساطة إن الشخص ده عنده يعني بساطة وعنده تواضع تام في التعامل. الشخص ده عنده بساطة في المعاملة وغير متكبر بالفطرة، ويهتم بانجاز المهام وبيفضل الزي العملي المريح. يعني تلاقيه لو رايح الشغل يفضل يبقى رايح لابس تي شيرت ولابس مثلا بنطلون مريح، تلاقيه مثلا لابس كوتشي بدل جزمه. هو يعني لو مش حاجه رسميه قوي ومش مناسبه رسميه قوي، تلاقيه يعني يفضل دايما اللبس المريح، لان ده بيديله اريحيه في الشغل ويقدر يفكر بشكل كويس ويتعامل في يومه بشكل كويس. برضو الجزء المهم ان هو بيهتم بانجاز المهام قوي. يعني الشخص ده لو ادالك تاسك معين يعني دايما هتلاقيه بيتابع انت وصلت لفين، انت عملت ايه، انت خلصت في الموضوع ده ولا لسه، طب ايه المشاكل اللي عندك. مش بيديلك التاسك وبعد كده يرجع يفتكره بعد فترة، لا هو بيهتم جدا بالنقطة دي. فطبعا ده برضو من الشخصيات يعني احنا الايجابيه. كمان في بقى الشفه العليا رقيقه. يعني الشفه العليا هي الشفه اللي فوق، رقيقه معناها ان هي تبقى نحيفه مش كبيره ولا منتفخه ولا كده. فده معناه ايه؟ ده معناه ان الشخص ده بيميل الى الايجاز والاختصار، يعني عنده يعني بالبلدي كده خير الكلام ما قل ودل، هو بيحب يقول كلمتين الرساله وصلت وانت فهمت انا عايز اقول ايه، هترد عليا تاني هقول لك بقى كلمتين اكتر شويه، يعني الاول كانوا كلمتين بعد كده هيبقوا 3 كلمات. فهو ما بيحبش يعيد الكلام اكتر من مره، هو ممكن يقول الكلام مره حاسس انك ما فهمتش او رد فعلك ما عجبوش هيقول لك كمان مره بس بشكل مختلف. انما هو مش من طبعه انه بيتكلم يعني كتير في اي موضوع وخلاص. يعني ما تقربش منه علشان الشخص ده لو انت استفزيته او انت حاولت تعمل عليه يعني ناصح او تعمل عليه ان انت بتفهم اكتر منه، هو استاذ
في القدرة على توظيف الكلمات وترتيب الكلمات، فانت مش هتعرف يعني تكمل قصاده. طبعا برضو بيسعى الى تحقيق الاهداف زي ما انا قلت لك يعني في الصورة اللي فاتت، ان هو يعني بيهتم بانجاز المهام. هنا هو كمان بيسعى لتحقيق بقى الاهداف والمهام دي. احنا وصلنا لفين؟ احنا خلصنا ولا لسه؟ كمان بيستطيع دراسة الحوار جيدا، يعني وانت بتتكلم يسمع 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 يسمع، يدخل الكلام جوه عقله، يعدي على مجموعة كبيرة جدا من الفلاتر، يطلع الرد جاهز ومكيف على اللي انت بتقوله. فعشان كده دايما اختار الكلمات اللي انت بتقوله بعناية شديدة. وخد بالك ان الشخص ده من الاشخاص اللي بيحس قوي بالكلمة، يعني لو انت بتقول له حاجة بنفاق هو هيفهمها، ممكن يعني يديلك رد فعل شبه ايجابي، ولكن هو من جواه هو متاكد ان انت بتقول له كده بسبيل منفعه او بهدف منفعه معينه، فبالتالي ده برضه من الحاجات اللي هو بيمتاز بيها. يمكن ان يكون جافا في بعض تعاملاته، عشان كده بقول لك دايما احذر من التعامل معاه باسلوب غير لائق، او باسلوب يوصل له بشكل غلط، او اسلوب يعني كلمات تخرج منك بشكل مش مرتب او بشكل عشوائي، فهو بيترجم يعني الكلمات زي ما قلت لك بتدخل جوه عقله على مجموعه من الفلاتر، فبيديله نتيجه نهائيه في الاخر. كده احنا خلصنا تحليل شخصية المستشار مرتضى منصور. ده جزء طبعا بسيط من مجموعة السمات والملامح. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وحابب اشكركم مرة تانية على الدعم المستمر سواء من خلال التعليقات او من خلال الاشتراكات في القناة. شكرا جدا ليكم، وان شاء الله انتظرونا في مجموعة ان شاء الله قادمة من فيديوهات تحليل النفسي من خلال ملامح الوجه الفراسه. وللناس اللي برضه اول مره بتشوفني وعايزين تتعلموا العلم ده، انا عامل مجموعه من الفيديوهات عندي على القناه في بلاي ليست، وكمان هسيب لكم في الوصف تحت الفيديو مجموعه من الكتب او يعني لينكات خاصه بالفراسه، تقدر انك يعني تستفيد منها بشكل او باخر. اشوفكم في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم.